كان تحكي لنا اليوم على المنطقة لهنا وعلى التحيل وافتكاك الأراضي. هذا موضوع كبير ياسر لهنا في الجهة متاعنا. أما عندنا معناها ملاكة لهنا صار لهم تحيل كبير بعد الثورة، فكوا لهم أراضيهم لهنا من ناس متحيلين لهنا، عاملين وفاق كبير متاع تحيل على أراضي. كان ذكرنا ساعة شنو المنطقة سمينها؟ منطقة الشرف، شط الشرف بالضبط. نعم. اللي هي الهوارية القبلية، العمادة القبلية نتاع الهوارية هي شط الشرف. قلنا ثم ناس من هنا متحيلين يعملوا في وفاق، يتحيلوا على أراضي بعديد الوسائل، من أهمهم كونه يستولوا على أرض نتاع أي إنسان هنا عنده، حتى ولو مسيجها ولو عامل باب يكسروا الباب ويدخلوا. وأنا ريتهم على نظري لهنا بحكم كوني جار لهنا مقابل، أنا جار هذايا مقابلهم، يجيو ولا رقيب ولا حسيب، يمشيوا للحرس ما يخرجوا معاهم، يمشيوا يشكيوا استنى غادي، حتى تمشي تقول له حرس إجا ما ياخذ بخاطرك ويجيك، وقت اللي يجيك تلقى معناها اللي مستولين على الأرض يخرجوا وقتها، هما يمشيوا من هنا وهما يرجعوا، باقي يرجع. وشنو العنوان؟ برا اشكي، عندك حق برا تاخذوا بالمحكمة. وكما صار العم صالح لهنا، كما صار الجار اخر من قدام هنا، كما صار العبد المجيد مجدوب من هنا، كيف عندك حق يقول لك برا اشكي تاخذوا بالحكم قضائي. الناس تجري توا من 2013 يجروا في المحاكم الى يومنا هذا، ولا حسيب ولا رقيب، احكام في ايديهم وما تتنفذش. يقول لك باهي تونا يجيب لي الحكم، تونا ندرس الموضوع، تونا نمشي نعمل دراسه للبلاصه اللي فيها الحكم، يجيو يعملوا دراسه ويمشي على روحه، ومن بعد يخسر عليك. كان لا جاتنا اوامر باش ما ننفذوش الحكم. الناس هذوما فوق القانون، فوق القانون، نقولها بالفم المليان، ناس فوق القانون وعندهم قد كيف معناها تجيب له مثلا ما عادش انا اي حكم قضائي، اكثرش من حكم قضائي بيت تنفيذي، يقول لك لا ما نجمش ننفذ. حرس المنطقه يقول لك ما نجمش ننفذ. علاش؟ الله اعلم. شنو هي الاسباب؟ يقول لك خويا كي تلزلوا برشا، يقول لك خويا جاتنا تعليمات. والتعليمات من شكون؟ من عروفاتهم، تعليمات من فوق. وهو والكلام هذا صحيح ولا هما يعطيو في تعلة كهو جاتنا تعليمات، وهو كهو كيف يجيك العدل المنفذ اللي يحضر في ملف نتاع تنفيذ بالقوة العامة، يقول لك راني سامحني ما نجمش ننفذ لك الحكم هذا بالقوة العامة. عليه؟ ما نتفهمنا اليوم، هاو كيما اليوم عندنا تنفيذ بالقوة العامة الفايت سي صالح الفورتي. شي يقولوا له قبل بنهار، يقول له رانا غالب ما نجمش ننفذ لك الحكم. عليه؟ يقول والله جاتنا تعليمات راهو ما نجموش ننفذوه. هي تعليمات من شكون؟ راهو حكم قضائي، وانتم اعطيتوني موعد باش نجي ننفذ الحكم هذا. يقول والله غالب لا. شنو لا؟ بدون نقاش. كيما حكيت لكم قبيله، يقول لك الموضوع هذا ما نحبش نحكيو فيه. معناها يجي ينقز عليك، يهز لك حاجتك، تقول اش بك خليتني انا وخليت هذاك، يا ربي هزيتني انا، نقول لك هكا ما تحكيليش في الحكايه هذه. نقفوا غادي. شنو هي الاسباب؟ الله اعلم. الناس فوق القانون، هذوما ناس عصابات، انا مسميها عصابات، والحاكم ما يحبش يقول لك عصابه، يقول لك سميه وفاق. الوفاق هذايا عنده يدين في المحاكم، عنده نقولوا احنا يدين واحد اخرين في الحرس، في الشرطه، في وانت قبل وانت تحب تمشي يعملوا لك اي مكيده باش ما عادش تتكلم، باش ما عادش تقول حتى شيء، يحطوك غادي. شنو الحل؟ الحل احنا لقينا الحل الوحيد هو بينهم وبين مولاه. تو حاليا الاعلام هذا صحيح ونتفرجوا فيه في التلفزه، وان شاء الله يكونوا يوصل لاعلى سلطه باش معناها ياخذوه بالعين الاعتبار، لان مش معقول الانسان يشري ارض على البحر في ليله ونهار تصبح له عند ناس اخرين ويبيعوها وتتصب في المحكمه العقاريه وياخذوا تراخيص نتاعهم ويركبوا الضوء كما تشوف في هذا مركبين الضوء، ويمشيوا للدفتر خانه بحكم كونه عنده معناها اذن من المحكمه العقاريه يصب ودفتر خانه تسجل له. ولو اللي باع ما يملكش، اللي باع ما يملكش في القطعه هذه ارض صحيح ارض عشيه، لكن فيها نوامر، فيها تقسيم، فيها مقاسمه على الوراثه.
احنا كورث، انا نعتبر وارث من الجدره، هذه بلغه انا اسمه دفتر خانه. كل من يشري هنا يلزم يكون شاري شريطه صحيحه، يصب المحكمه العقاريه توافق تصب الدفتر خانه ياخذ الملكيه نتاعو. هنا فما تلاعب كبير من دفتر خانه، ونشوفوه عندنا في الملفات كيفاش انسان يملك هنا كما نقولوا احنا اجزاء معينه بامكان الدفتر خانه تسجلوا اكثر من الاجزاء ذاك برشا. حسب اللي فهمناه هذولي سلسله هي كامله، شان طويله، شان كبيره، فيها مصالح كبيره من عند الناس اللي تحب تقول نقول لك موجود. منين تقدم ويا ويلك توقف قدامه يعفسك ويتعدى. انا اكبر مثال لهنا، كعبروها لي نقولوا بلغه كعبير، عملوا لي مكيده بلغه اللي يحبوا المكيده، عملوا لي اللي تحب، حطوني في الحبس. هو قدام عم صالح حطوني في الحبس باش ما عادش نتكلم. انا حطيت في الحبس ظلم باش ما عادش نتكلم لهنا. ما تكلمت كاش عم صالح خليها نجيب لك صحافه تو اللي باش يقولوه لك، اللي باش يسالوك فيه عليه قولوا بكل صراحه. وصوتنا على شكون موجه؟ بالطبيعه للاعلى سلطه. خلينا شكون نحكيو توا، انا تو نحكيكم باش توصلوا. اذا كان الاعلام ما عادش يوصل او الاعلام ما عادش ياخذوا له هو سلطه، الاعلام سلطه رابعه ولا هذا اللي نفهموه. اذا كان نتفرجوا في التلفزه في سلطه رابعه وما عندها السلطه من نبيعوا الكثيرين وكاو. هذا المشكله. المكيده اللي حكيت عليها دخلت على اساسها الحبس. انا والله العظيم يجيني امني يقول لي ما عادش تحل فمك. اقسموا بالله هنا صار تنفيذ بالقوه العامه. هو عامل صالح موجود ومولا الارض توفى الله يرحمه. كي جيت نتكلم فيهم واحد منهم من الامن حتى معناها لوليدي ابعد من قدامنا. واحد اخر قال لي تبعد من قدامنا رانا عندنا فيها مصلحه. مصلحه شنو؟ قال لي عندي فيها فلوس ابعد قدامي. ابعد من قدامي وكاو. كيما باش نبعد من قدامه مكيده صغيره سهله برشا. هو نعملوا له مكيده كيفاش نستفزوه. هاتوا نعملوا له مكيده، جابوا لي شهود زور. التو الملف نتاعي موجود، خاطر صبيته محكمه شكايتي في محكمه الابتدائيه بنابل. نحى الملف كامل ما عادش عندي بكل. بعثت المحامي، بعثت الكاتب نتاعو، ترى شوف القضيه هذه يا قوم ملف فارغ اجوف، في حتى دليل نتاعي. الغلطه نتاعنا كنا صابين الوراق الاصليين كل قعد كان عندي كان نسخ. وهذا يا سيد حطوه في الحبس بعده من قدامنا. نسكت هني ما عادش نجم نزيدك حتى شيء. هالمكيده هذه من وقتها، هذه على فكره في 2018 هكيك 2018. من بعدها الى يومنا هذا اذا كان فما حكم تنفذ من وقتها بالتو ما عرفش عم صالح كان تقول لي فما حد شيء. ما فما حد شيء. كل من يجي من بعدهم ديما الحبل على الجراره وما فما حد شيء وما ريناش. وناس تبني هذه حومه كامله تبنات وما غير حتى رقيب ولا حسيب. حومه كامله. اول نهار المتحيل هذا اللي تخلى هنا هو واخوه، اول نهار مشيت له انا من هنا. اول نهار قلت له هذه الارض تابعتنا، تابع صالح الفورتي، اخرج من هنا راهو لوح عليك منه. قال لي انا عندي ما نعمل ودري شنو. عيطت له، كلمت الحاكم بحكم كونه صالح مش لهنا، كلمت الحرس، كلم صالح هاتوا نخرجوا. بعد ما صبوا البازات وريقلوا امورهم وقتها باش جي البنايه والمتحيلين وكل معاهم وكل كي خرجوا على البحر ومشاو قاعدين يستناو في الحاكم غاديك. جاي يطلق عليهم فما حد. قلت له السيمانه هذاك شنو مازالت خلطه جديده، هانم صابين حديد جديد. قلت له هذه في ساعتين اللي انت تستنى حتى قلت لك لين نجي. ما جاش لين خلطوا لين صبوهم. قالوا ما عجنا ما نعملوا حتى شيء. قلت له اسمه سي محمد وقت بن عزيز. قال لي قلت له بكري نكلم فيك. من اللي مازال يدخل التراكتور اللي جاب الماء مشى على روحه، التراكسي اللي حفرت بزايد مشات على روحها، والكمين اللي جروا والياجور والجريفي والرمل وكل جا مع بعض والسيمال كل جا مع بعض في جرة بعضهم طابور لهنا تعداو. صبوا كل شيء ومشاو على رواح. بعد ما صبوا ذاك قال لي ما عادش نجم نعمل حتى شيء وقول له يمشي يشكي على روحه وكاو. هاني يشكي تو. هذا عمل فين وش؟ جواب. نعم؟ كيفاش نزولك السلعه المره الاخرى؟ لا انا ممنوع علي نبني. المتحيل يبني لهنا وانا في ارضي ما نبنيش. على فكره كنا بلاش رخصه. ما فماش حتى رخصه من البلديه من هنا، لان يعني البلديه ما تعطي حتى رخصه بحكم كونها فما برشا مشاكل نتاع الوفاقات هذوما قاعدين يفكوا في اراضي الناس، وكل مره تصير مشكله يقول لك تعرفش كيفاش امشي اشكي البلديه برا البلديه تعطيك رخصه،
ولا يعمل لك محضر يقول لك عندك رخصه انت، يقول له انا نبني في ارضي. والسيد اللي يبني لهنا عنده رخصه، عندوش حق ملكيه الارض، ما عندوش ملكيه الارض، عنده حكم قضاء بيت باش يتنفذ عليه. لا قال لي ما الموضوع هذا ما عادش تحكي فيه، اجي ساعه نعمل لك محضر مضروب بالسفوت، قرار هدم في عندي انا برك، ما يتعملش على الناس اخرين. لا ما يتعملش على الناس اخرين، يتعمل كان عندي انا. ما هذا عنده قرار هدم مستحيل، لا هذا ولا اللي بعده ما عندهمش قرارات هدم. هذه الفيلا الصغيره زاد كيف وقت اللي يبني قدام الحرس يمشي يجي عليه، هذه تلاقت في نهار، هذه البنيه الصغيره هذه اللي قدامنا هذه تلاقت في نهار، وهذه كيف في نهار ونص تلاقت، اللي فيها القبه هذيك في نهار ونص تلاقت. هاو عم صلاح يتبع فيها بالكاميرا من الصباح لليل، غدوتها بعد غدوتها صبحتها بيضاء، ماذا بها بيضاء تخش عليها عندها اشعه مبنيه، وقيس عليها برشا قدام برشا. وكيف هذا من هنا الجهه هذه الجهه القبليه. ونفس العصابه هذا السيد اللي قلت لك قبيله تعدى على الموتور، هذاك هو معناها من الروس الكبار اللي تعدوا. وهني الحاله اللي قاعدين نشوفوا فيها لهنا وقاعدين نعيشين فيها عباره بالضبط. عندي انا نمثلها باش اسرائيل غزات فلسطين، وقعد فلسطين برا اشكي محكمه العدل ولا مجلس الامن الدولي، وهالمجر نفس القصه نفسها هني، عباره الناس ما احتلت البلاصه وانت برا مشي اشكي واعمل ملفاتك، واحنا هنا قاعدين نبنيوا لهنيك وانا نستوطنوا في البلاصه هذه. انا معتبرهم مستوطنين، ما همش ناس شاريه. تو يشري هذا شاري بفلوس، يقول لك انا شاري بفلوسي، يقول له ولدي شاري ارض الناس، ارض مش نتاعو، السيد يبيع لك مش نتاعو الارض هذه. يقول لك لا ما يهمنيش، انا عندي في الشهاده ملكيه يملك معناها يملك برا، شوف ما عندش شكون شاري وما عنده وين بلاصتو. حسب المعلومات اللي عندكم، هل اغلب الناس اللي قاعدين يفتكوا في الاراضي هذوما معناها اصحاب نفوذ، معناتها اصحاب بالطبيعه عنده والا معناها مواطنين ولا لا ما همش اصحاب مناصب عليا، اصحاب نفوذ. نصنتك نسمعك ناس ترشي بزيت، ما بالطبيعه احنا ما نجموش نرشيو بالطريقه هذيك. الناس ما عندهاش نفوذ، ما عندهاش يربي منصب عالي، ما عندهم نفوذ لا اكثر ولا اقل. كي جاء عنده منصب عالي راه والي وكي يجيك، لكن هذا انسان حتى مستوى الدراسي نتاعو ما يفوتش سيزيام سيكوندير، ما فاتوش اللي نعرف وانا ما فاتش سيزيام سيكوندير، مي عنده العلاقات يتصرف بالعلاقات بالفلوس. هذا النجم نقول لك.